فوق العلم فهد العازمي وسيد الساحة وحاكمه تركي الميزاني بتاريخ 16/2/1447 عند قبيلة سليم. ملك المنبر حاضر هذه الملعبة، ماذا دار فيها؟ هيا انطلقنا. بارك لابو نايف زواجه بعد شهرين. نبارك لابو نايف زواجه بعد شهرين. من يوم قالها فهد وفي بثي كان على اللايف، قلت للشباب اللي هي المسابقة اللي محكم فيها أبو نايف، وهذه طبيعية، وهي بعد شهرين، وزواجه ارتباط أبو نايف. وشوف صيغة الشعراء الكبار، ارتباط أبو نايف بعقد مع هذه السنافية اللي هي المسابقة. يقولون تركي خاطب السنافية. يقولون تركي خاطب السنافية. كلمة يقولون تركي خاطب السنافية، إن تركي من بحث عن هذه السنافية وليس هي من بحثت عنها. خطير فهد العازمي، يعني تركي الفين هو من اجتهد لأن يسعى لأن يكون هو محكم في هذه اللجنة. هل فهد عنده معلومة حقيقية أو فهد يريد رفع رتم الطاروق بنرفزة تركي الميزاني؟ سمعنا الخبر لكن ما ادري تكون منين. سمعنا الخبر لكن ما أدري تكون منين. فهد العازمي قاعد يلعب على الثقيل هنا. سمعنا الخبر لكن ما ندري عن الأوضاع إلى الآن، وش العلم، وهي من وين السنافية هذه، وش طريقتها، وش علومها، وكيف جات. ما زال فهد العازمي يضغط على تركي من أول بيتين. والهي مطيرية والهي عتيبية. ولا هي مطيرية ولا هي عتيبية. صاحب القناة له مطير ولا هي عتيبي فعلا، والمسابقة ما يرعاها لا مطيري ولا عتيبي، هي قناة أعتقد أنها تجارية، ولا يرعاها لا مطيري. هنا وضح فهد، هنا وضح. لكن بعد البيت هذا أنا قلت يا فهد العازمي وأنا في الطاروق في الملعبة، قلت يا أبو نعيم راح يكون الرد على البيت الأول قاسي. قال لي أحمد مستحيل. فهد يقول لي في الملعبة. اسمعوا ماذا قال تركي الفين. أنا زد خلصت وعندي معربة جدي. الله أكبر. أنا زد خلصت وعندي معربة جدي. هدم لطاروق فهد العازمي ولفكرة فهد العازمي، وتثبيت لكلام ملك المنبر اللي قالوا لفهد العازمي. أنا قد خلصت عندي معربة جدين اللي هي حنالها.